للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلي عبر الهاتف سعادة المهندس ناجي سيف سبت سالم، مدير عام المساحة في جهاز المساحة والتسجيل العقاري. أرحب بك سعادة المهندس في نشرة أخبار الثالثة. بداية، كيف يعزز إطلاق هذا النظام قدرة المراقبة والرصد الفوري للتغيرات الإنشائية والطبيعية أيضا؟ في البداية حاب أشكر تلفزيون البحرين على إتاحة هذه الفرصة للحديث حول هذا النظام. ويسرني أن أوضح لكم للمشاهد الكريم بأن اليوم التكنولوجيا تلعب دور جدا مهم ومحوري في رؤية 2030. طبعا مثل ما تعرفون المملكة جدا حريصة على التخطيط للمستقبل، واليوم أقدر أقول أن الحمد لله رب العالمين مملكتنا الحديثة تعيش في المستقبل اليوم، وذلك من خلال الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة وتهيئة الثورة الوطنية. والمشروع اللي تم الإعلان عنه هو أكبر دليل عن وصولنا لهذه المرحلة المتقدمة في التكنولوجيا. طبعا كل هذا يأتي تنفيذا لتوجيهات سيدي صاحب الجلالة الملك المعظم، وتنفيذا لتوجيهات سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء الموقر، والتي ضمن برنامج عمل الحكومة. طبعا الإجابة على السؤال راح أحفظكم أن اليوم البرنامج جدا متقدم، يعمل باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال مقارنة صورتين فضائيتين عالية الدقة يتم التقاطهم كل أسبوعين بشكل دوري. فمن خلال استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي يبتدي النظام يكشف عن أي تغيرات موجودة على الطبيعة أو حتى على البيئة الإنشائية، ومن خلال ذلك يتم تصنيف هذه التغيرات. نعم سعادة المهندس، ما التأثير الإيجابي لهذا النظام على جهود التنمية المستدامة في مملكة البحرين؟ طبعا مثل ما تعرفين أختي الكريمة أن هذا النظام يعطي أداة جدا مهمة للجهات الحكومية في عملية الاستدامة وعملية التخطيط السليم والتخطيط الصحيح وصيانة جميع الأصول الحكومية. طبعا مميزات وفوائد النظام راح يعطي أداة قوية لمراقبة التطور العمراني ومراقبة سير عمل المشاريع، كذلك له دور مهم في حماية البيئة ومراقبة التغيرات الزراعية. هاي جزء بسيط بس من الفوائد. طبعا كل هذه يؤدي إلى ما هو معروف بالمدن الذكية. فاليوم النظام دي والتكنولوجيا المتقدمة راح تزيد من فعالية وكفاءة الأنظمة وعمليات الرصد والكشف، كما تعتبر أداة مهمة لزيادة كفاءة وأداء الموظفين والمختصين في الجهات الحكومية. طبعا كل هذا راح يعطي الجهات الحكومية ومتخذين القرار أداة قوية لجعل أي قرار أو أي خطط مستقبلية مطروحة تكون أكثر جودة وموثوقية وفعالية. نعم، المهندس ناجي سبت سالم، مدير عام المساحة في جهاز المساحة والتسجيل العقاري، كل الشكر لك على هذه المداخلة.